يعطوك اياه وانه خلص يعطيك نعم، ما العافيه. عندنا حتى كلتشر، يعني عفوا ثقافة الإنصات للموسيقى. وين نسمع الموسيقى؟ برودوهات الفنادق؟ مين اول شيء؟ مين باللوبيات انتم؟ يعني؟ ما فهمت عليك، يعني احنا مين ما عم نحكي عندنا؟ عن المجتمع من المسؤول الكل. على ذلك؟ هل هي الموسيقى بحد ذاتها؟ لا، اكيد كانت موجوده وقت كنا متخلفين وبالبلاك اند وايت مثل ما بيقولوا، ما بنعرف نقرا ونكتب، كنا عم نقدم فن انت سميتيهم وحبيتيهم، عم تقولي عنهم عباقره واهرة. هلا اليوم طورت التكنولوجيا وصار سهل كثير انه نحن فعلا نقدر نسخر الوعي والفهم، ونقدر نصدر حتى نحن. انا بظن كمنطقه عربيه في شيء، انا بالدول العربيه حدا بيصنع طيارات انا ما بعرفه مثلا؟ ما بظن، بس اذا في قولي لي. ما بعرف في عندنا دول عربيه بتصنع طيارات؟ أنا ما حسب علمي ما أعرف. بس انا برايي فينا نصدر فن، وقدرنا نصدر فن، بس ما فينا نصدر طيارات لانه في صار ناس كثير سبقتنا بكل شيء. الشيء الوحيد اللي هو اللي محتاج لوعي، بس مو وعي انا وانت، نعم. وعي اصحاب القرار اللي هن قادرين فعلا يصدروا مغني وممثل. وصار انه طلع من عنا ممثل اللي هو اسمه غسان مسعود، مسعود، نعم، وصار اللي عالمي. صديقنا واستاذنا، لا قدر يوقف مع هوليوود ومع صحيح. اهم المخرجين أسماء وكبار. مهمة. طب كيف يعني؟ انه هو معناته مو المشكله بالمواطن العربي ولا الفنان العربي، نعم. على قد ما المشكله قديش نحن لازم ندرك اهميه هاي الصناعه الوحيده اللي ممكن نصدرها. من تجربتك الشخصية كيف بتلاقي التلقي، يعني تفاعل الجمهور مع موسيقاك حتى من الجيل الجديد؟ هلا انا بخاف بتراهن عليه؟ بخاف من قصتين. بخاف انه السمع السهل او الايزي listening مثل ما بيقولوا، هاد او اول ما تسمعي شيء بتحبيه، انه طب ليه كده، ايوه خلص حلوه الاغنيه. اذا بدك تسمعي شيء فعلا فيه موسيقى جاده، بدك فن الاصغاء اصلا، يعني هو فن بحد ذاته يعني، صحيح. وهذا نفتقر له. فانا بخاف من قصه انه لما بقدم اول شيء شارع، اول ما بتصدق قديش بخاف لليوم انه اول ما بقدمها انه مين اول شيء عم يسمع، المخرج مثلا، او حتى اول شيء الموسيقيين اللي عم ينفذوا معي بالاستوديو، او الموزع، او فهذا الخوف يبدا من هذيك اللحظه. انه لانه بتحسي انه روقوا شوي، اسمعها مره ثانيه، طيب اسمعها مره ثالثه، فرمل. طيب ليكون. وهون انا عندي مشكله كبيره كثير ما عندي إلها جواب، نعم. اللي هي ما هو الصح وما هو الخطا. ما نعم. المشكله عم نحكي عن فن اللي هو يحمل كل الاراء. طب اذا بدي اقول انه والله يمكن يكونوا هن صح، فبدي شكك باللي انا عم بعمله. نعم. نيجي من الفنان طاهر ماملي الموسيقي إلى الأب جواد بيتك مع أولادك، نفس يعني القصه. 3 أولاد، إمبراطورية جيم، ها؟ مطرية جميل. وجود وجواد. جوان. يعني أنت يعني منفصل عن زوجتك، كيف تمارس أبوتك في هذه العائلة؟ نحن ما لنا منفصلين، نحن بعاد بس بحكم الطلاق، بس انه نحن اصدقاء يعني ما لنا منفصلين يعني. بس هذا الحكي كمان بينطبق على المعاناه نفسها، اللي انت قديش في عندك ثوابت بالحياه لتقلك انه ربي ابنك هيك ما تربيه هيك. طيب انا فيني اتحكم بابني اني اقول له بابا في شيء بالحياه اسمه فيروز اكيد، بس ما فيني احط له اياها بالمعلقه بالباص اللي عم ياخده على المدرسه ولا بالمدرسه ولا عند رفقاته. فاجباري في جو عام، في مناخ بده ياثر فيه. وانا لحد اليوم ما بعرف اذا صح اني اقول له خليك معقم، او انه اقول له لا اطلع على الشارع خذ الفيروسات. وهلا هن عندهم فيروس الله يعافيهم. الله يعافيهم إن شاء الله. عن الحلم، حلمك قلتها مؤخرا أو قبل سنتين أو أكثر، يعني أن أصل إلى مرحلة أقدم فيها مقولة تحمل مصداقية، تحمل مصداقية وبعدا إنسانيا. وين وصلت في مشروعك أو في حلمك هذا؟ هاد ما وصلت لنهايه الحلم، لانه وقتها بيكون ما عاد موجود حلم. مثل ما هلا اذا وصلنا لنهايه الحلقه ما عاد في حلقه معناها. هاد انا كل القصه انه فكره الفن يجب ان يحمل رساله. فانا بخاف دائما أنت مع وابدا. هالفكرة، مع الرسولية في ايه الفن ما زلت؟ طبعا انا طبعا هون مسؤوليه اي فنان او اي مبدع، انه تعال اقول لك ايها الزميل الفنان الموسيقي ولا المخرج ولا الممثل ولا الاعلامي، انه ما هي الرساله التي تقوم بها. سؤال حلو، القفلة حلوة. شاكرين لك حضورك معنا، وإن شاء الله شكرا. ما ثقلت عليك ان بالأسئلة. شاء الله ما تقلنا على المستمعين، لانه كمان الناس، المشاهدين بعد. المشاهدين عفوا، لانه الناس بظن انه كمان ما عاد بدها تسمع صحيح. نظريات وما عاد بدها تتعب. ومن هون اجت انه
تعال ما نسمع، ما في اغنيه مدتها ساعه ولا ساعه ونص ولا 3 دقائق خلاص. موسيقي على طول السمع. شكرا لحضورك معنا شكراً سيدي، لكم. وموفق ان شاء الله. شكرا للكرو كامل وللاخراج وللستاف كامل. شكرا لك وشكرا لمشاهدي تلفزيون دبي في كل مكان. نشكركم على حسن المتابعة، وفي الأسبوع القادم ضيف جديد وحقل إبداعي آخر نلتقي مع بروين حبيب.